بونجوار لو ماروك. السلام عليكم خوتي خواتاتي. كيف ما كيعرف الجميع فاحنا الان كنوجدوا الموسم الثالث من برنامج سكيزوفرين. يعني نورمالمون قلنا ما نبقاوش نبانوا تنبانوا في الموسم الثالث، ولكن بعض المرات شي حوايج كتخليك انك تخرج دير فيديوهات بحال هكا. انا ما عزيزش عليا الردود بزاف، ما عزيزش عليا ندير فيديوهات بحال هكا خارجين عن البرنامج، ولكن واحد الموضوع ديال اليوم موضوع مهم. الفنان بصفه عامه ملي كيأدي واحد الفن ديالو راه كيأدي رساله بصفه عامه في العالم كامل، سواء كان ممثل مغني راقص كيف ما بغى يكون راه كيدي رساله، وديك الرساله كتعبر على الوسط اللي كيعيش فيه والمحيط اللي كيعيش فيه والمجتمع اللي كينتمي ليه. داكوغ. اليوم غنهضروا على لاله مولاتي زينة الداوديه. زينة الداوديه شحال هذه كانت معروفه بالراي من بعد الدرس الشعبي، الله يسهل عليها في هذا النهار. يعني خرقات هاد كما كنقولوا هاد التقاليد وهاد القوانين العامه ديال الفن المغربي. زينة الداوديه مؤخرا كما كيعرف الجميع كانت خرجت ديك الاغنيه ديال عطيني ساكي باغا الماكي باش دير حاله في الرجاله، وناض عليها انتقاد وضجه كبيره وكلشي دار لها ردود، كلشي جاوبها، كلشي مشى مع الموجه وعطاوها انتقادات بزاف. حنا ما هضرناش يعني بصراحه ما هضرناش في ديك الوقيته حيت بالينا كلشي يهضر، كاين اللي يهضر عليها على شكلها، كاين اللي يهضر على الموسيقى، كاين اللي يهضر على الكلمات. من كل واحد بطبيعه الحال من حقه انه يعطي الراي ديالو في شي منتوج كتعطيه واحد الشخصيه اللي هي عامه. ولكن من السيده حنا كيصحابنا راه بما ان سمعت انتقادات حيت كتخرج المنتوج ما كتعرفش شنو يعني التفاعل ديال الناس معاه. حتى من بعد عطاوها انتقادات، كلشي كريتيكا داك عطيني ساكي باغا ماكي، يعني كلام لا علاقه له بالمغاربه الحرار والمغربيات الحرار، كلام اللي سمعوا دري صغار ولاو كيغنيوه اللي ولاو كيقلدوه. المشكل فين كاين هو انها من بعد رجعات ودارت فيديو كليب. يعني السيده ما عندهاش مشكل، السيده اللي كيهمها فقط هو البوز. الفرق اللي كاين هو ان هذاك سميتو بوز نيجاتيف، بحال سينا حتى هي دارت البوز ولكن نيجاتيف. واش هذاك الفن اللي عطات فقط على الفن. كذلك هادشي اللي دارت الداوديه مع احتراماتنا ليها وجميع الفنانين المغاربه. اللي بقى فيه الحال بصراحه هو ملي شفت الفيديو كليب صوراتو فين؟ في الامارات. الامارات يعني الخليج اوتوماتيكمون معروف انهم عاطين الصوره خايبه وجد سيئه على المراه المغربيه بصفه عامه. المراه المغربيه بالنسبه لهم ماشي كلشي بطبيعه الحال، بالنسبه لهم فهي لحم يباع ويشترى. هي مشات حتى لعندهم تما وقالت لهم عطيني ساكي باغا ماكي ونبان زوينه وندير حاله في الرجاله وعطيني النمره عافاك. اذا استاذه بحال كتقول لهم داكشي اللي كتقولوا راه بصح، مع العلم ان داكشي اللي كيقولوا غلط، حيتاش فئه قليله من هذوك البنات اللي كيمشيو تما اللي كيكونوا خارجين الطريق ما غاديش تشوه صوره ديال المغاربه والمغربيات بصفه عامه اللي معروف عليهم يعني حرات. الا كانوا مغربيات بصح راه حرات. نطي صورتيه تما في الخليج، علاش؟ على قبل الفلوس ولا قبل البوز. وبان اصلا الاغنيه ملي خرجت في الاول بان بانها فيها ريتم خليجي وبغيتي تثير الانتباه ديال دوك الناس. الله يسهل عليك. ولكن خاص تعرفي بانك شخصيه عامه واي حاجه درتيها كتاثر، ومشيتي لبرا درتي ديك الاغنيه برا اوتوماتيكمون عطيتي صوره على المغربيات، ماشي كاملين ولكن على المغرب وعلى الفن ديالو. هذا هو الفن اللي غنوصلوا للناس برا، هذا هو التقاليد ديالنا والستره ديالنا هادشي ما عطاك الله. واخا نفوتوا هادشي كامل ونرجعوا للكليب. المغاربه تبارك الله عليهم ذكيين وعندهم مع التحليل وعندهم مع يعني التركيز والتدقيق في الحاجه. منين هبطت لي كومونتير على الفيديو لقيت الناس اللي لاحظوا بان كاين هناك علامات كتدل على الماسونيه، وبصح نيت ملي عاودت الفيديو لقيت بان داكشي بصح نيت كاين، وغتشوفوهم في الصور علامات اللي كتدل على الماسونيه، على قرن الشيطان، على واحد العيبات راه باينين. المهم غتشوفوا كلشي في التصاور. انا متاكد بان الداوديه زينة الداوديه ما عرفاش هادشي، حيت شحال لها فما وتبعات الفلوس وتبعات الماده فقط وداروا على ظهرك ما بغاو. الماسونيه هي منظمه او لا يعني جماعه عالميه عندها تاريخ كبير، كاين الشباب بزاف شباب ولاو كيعرفوا عليها، اللي يعني الهدف ديالها هو نشر الفساد بكل انواعه وبجميع الطرق وبجميع الامكانيات. يتهلاو فيك لدرجه انك ما غاديش تصور بحال يتهلاو فيك باش دير لهم داك الشعار ولا داك الرمز ولا داك السامبول في فيديو ديالهم ولا في اعمال ديالهم. وانت يا استاذه نطي ودرتي داك الشيء وبس ساليتي معايا في الاول ديال الفيديو قلتي المغاربه كاع رجاله، المغاربه كاع رجاله، وانت شنو حشمتي في الرجاله؟ المغاربه كاع رجاله راه نفسهم خايبه، راه ما يبغيوش يشوفوا مراه بحالك اللي مغربيه. راه حيت حنا كنغيروا على بلادنا وكنغيروا على راه كي شفتي شنو داروا الامارات
الامارات شنو داروا المغاربه دوك 300 مغربي اللي صيفطوهم لانابيك، شتي التبهديله راه 6 شهور هما مبهدلين تما، والمغربيات اللي مشوهين تما اللي كيديوهم يعني كاين اللي مشوهين اللي هما غاديين على قبل داكشي، وكاين ناس شرفاء ومغربيات شريفات اللي مشاو تما باش يخدموا بصح نيت اوطيلات ويخدموا في يعني في مسائل سياحيه ولا انفورماتيك ولا جميع المجالات، وصدقوا مشاو حتى تما داو لهم باسبور وفرضوا عليهم شي حوايج اللي هما خايبين. هادشي كامل ما كيضركش نتيا. الامارات كيهمك انك تبان داك الماتريكول ديالهم في الطوموبيل كذا بوكس الاخر البوز فلوس داخله. لذلك انا في الاخير بغيت ننصح كاع الفنانين المغاربه بصفه عامه، ممثلين مغنيين، ما خصناش نرخصوا راسنا، ما خصناش نعطيو قيمه للبراني ونخليو راسنا. هذيك الفيديو كليب تصوريه في المغرب وبطريقه زوينه وكلمات زوينه اللي ممكن تعبر عن المستوى ديالك والمستوى ديال المغربيات، ويحفظوها الدراري الصغار ويتفرجوا فيها الناس الكبار. شي حاجه في المستوى اللي نتاثروا بها، حيت انت راه كتاثري في المجتمع، كيفما بزاف ديال الفنانه وبزاف ديال كل واحد كيأثر في المحيط ديالو. اذا اثري ايجابيا وخلي عليك سلبيا، حيت هذاك اللي درتي راه ماشي فن، راه فقط فن. اذا نصيحه لجميع الفنانه باش نختم هذا الفيديو، نرقيو شويه بالفن المغربي، ما ندخلش لكم واش حلال ولا حرام ولا كذا، ولكن ارقيو بالفن المغربي. المغاربه نفسهم خايبين. السلام عليكم.